السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم. اليوم طريقة عمل بان برجر بطريقة جدا سهلة. العجينة إسفنجية وخفيفة وهشة. استخدمت العجينة اليابانية واعتمدها عندي دايما. وطريقة عمل هذا العجينة بترك لكم الرابط في صندوق الوصف. العجينة اليابانية مرتين في قناتي شرحت الطريقة، وهنا اختصرت لكم الفيديو، بس شوفوا الفيديو، الرابط بيكون في صندوق الوصف. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي وبسم الله. هنا العجينة اختمرت وتضاعف حجمها. هذه هي العجينة. أفرغ العجينة من الهواء. وألف العجينة بشكل رول. وأقسم العجينة عدة أقسام. وكل قطعة أشكلها بشكل دائرة، وألم الأطراف تكون دائرة مرتبة بهذه الطريقة. هنا قسمتها 9 أقسام وكورتهم بشكل كرات. أرص العجينة في صينية الفرن ويكون مبطن بورق الزبدة. أرص الكرات بعيد عن بعض لأنها تختمر والحجم يكبر. أحاول قدر المستطاع أن الكرات تكون بعيدة عن بعض، وأغطيها بالسفرة، وأغطيه بقماش خاص للمعجنات، وللمرة الثانية يختمر ويتضاعف حجمها. وهنا أجهز خليط التلميع، عبارة عن بيضة وحليب، أخلطهم مع بعض. وهنا الكرات اختمرت، تركتها نص ساعة يختمر. أدهن الكرات بخليط التلميع بهذه الطريقة واستخدم الفرشاة. ورشة من السمسم، وأدخله الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة فقط، ودقيقتين تحمير خفيف. وهنا الكرات جاهزة. هذه هي الكرات، وهي ساخنة مباشرة أدهنها بالزيت، ومباشرة أغطيه وهو ساخن. الكرات ساخنة وأغطيها مباشرة عشان يحفظ طراوتها وتكون طرية وناعمة وتكون هشة. وهنا خلاص الكرات بردت تماما. لاحظوا كيف النتيجة مرضية. أنا أسويها من بالليل، واليوم الثاني أقدمها فطور في الصباح. عجينة جدا روعة، معتمدة عندي، العجينة اليابانية، وشرحتها مرتين في قناتي، والفيديو طويل وأنا أشرح، واليوم اختصرت لكم بشكل مختصر. لاحظوا كيف العجينة من أروع المعجنات، العجينة اليابانية. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. فضلا وليس أمرا اشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروني في فيديو قادم من وصفاتي السهلة، ومع السلامة.